في هذا الفيديو هذا غادي نعاني منه دار بصح، حيت غادي نسولكم واحد السؤال ونتمنى تقدروا تجاوبوني عليه، وباش نعرف واش انا بلادي فيه العنصريه ولا ما فيهاش العنصريه. المهم انت الا كنتي مغربي وكنت ما مزوج ما والو، واش تقدر تزوج مرأة افريقيه جنوب الصحراء، يعني البشره ديالها تكون داكنه، ولا العكس؟ ولا كنتي مرأة واش تقدري تزوجي بالراجل افريقي البشره ديالو داكنه؟ ونتمنى تجاوبوني في السؤال، نتمنى تجاوبوني في التعليقات، حيت انايا تنستغرب، حيت اخر فيديو درتو ديال الافارقه جنوب الصحراء ودخلوا المغرب ونوضوا نوضوا الروينه في المغرب. واش المغاربه كرهوا الافارقه من حيث ديك الفوضى اللي داروها، ولا بغينين يعمروا المغاربه ويردوه كامل كحل زعما يستقروا في المغرب؟ وفي 2063 ما ترجعش المغاربه، ما ترجعش اللون ديالهم البيضاء، تولي كلهم اللون ديالهم كحله. ولكن هنا شويه ديال العنصريه في شكل، فهمتوا البنات كيفاش دايره؟ وبغيت نعرف هادشي اللي كاين دابا في هذا الفيديو هذا. غادي نشوفوا اراء الناس، واش تقدري البنت واش تقدري تزوجي بالراجل افريقي من جنوب الصحراء، وغادي كذلك نشوفوا الرجال واش تقدر تزوج بمرأة افريقيه جنوب الصحراء. ما تنساوناش ديروا لنا لايك وسبسكرايب باش كومونتير، وضروري تجاوبوني على هذا السؤال هذا اللي طرحت عليكم في الاول ديال الفيديو، وخليكم معايا. بغينا نسولوا المغاربه على الظاهره ديال الميتيساج اللي هي مغربيات كيتزوجوا بافارقه جنوب الصحراء. شنو كتقولي في هذه الظاهره؟ وانتيا واش تقبلي تزوجي بافريقي جنوب الصحراء؟ انا ضد هاد الظاهره، حيت لا صراحه ما نقبلش. لا. ممكن تقولي لنا علاش؟ اول حاجه تقريبا كلهم ما كيبغوش يدخلوا الاسلام، هذا يعني ضروري خصو يكون مسلم صافي، وحتى الثقافات مختلفين بزاف. يعني دابا انت عندك المشكل هو في الدين، ولكن في حاله اذا لقيتي واحد الانسان من جنوب الصحراء مسلم غيبقى عندك مشكل ولا لا؟ لا عادي، المهم يكون مسلم. مزيان. دونك انت اختلاف الديانه هو اللي خلق لك مشكل؟ داكشي اللي كاين، ماشي كاستيون ديال البشره داكنه. لا عادي، داكشي ماشي مشكل. شوفي وكان يعني كنا خلقنا الله، راه ماشي شي حاجه، يعني عادي. واخا اختي ايه، شكرا. شكرا. المهم عندي واحد اللعيبه اللي ما نعرف واش تفيدكم ولا ما تفيدكمش. شكون اللي كيعرف منكم حبيب نورماغوميدوف اللي البلاد ديال سوريا بالضبط في داغستان بلاد هي داغستان. هنا تما خرج لهم واحد القانون اللي في شكل الرجال يمكن لهم يتزوجوا الحق يتزوجوا من داخل البلاد، يعني يتزوجوا بمراه داغستانيه بحالها ياك بحالو، ولكن ممنوع عليه يتزوج بشي مرأة من غير بلاده. شو على القانون كيفاش داير؟ يعني يمكن له يتزوج من داخل البلاد، ولكن ما يمكنلوش ممنوع يتزوج مرأة خارج البلاد. وكذلك العيالات لا، العيالات يمكن لها تتزوج من داخل البلاد ولا من خارج البلاد. علاش هاد اللعيبه داروها؟ قال لك باش النسل ديالهم ما يموتش، فهمتوا البلان؟ باش هذوك الناس الرجال باش ديك النسل ديالهم ما يموتش، والنسب ديالهم ما غادي يموت ما والو. وهاد اللعيبه هادي راه واعره بصح، يعني العيالات يتزوجوا اللي بغاو، ولكن الرجال لا خصهم يتزوجوا من داخل البلاد، وبالضبط تكون مرأة داغستانيه تكون بحاله، باش الولد هذاك اللي غادي يتزاد يكون داغستاني 100%. شو على بران كي داير. وهاد القانون هذا تيقلبوا عليه في بلاد ديال داغستان. هذه معلومه واعره بصح. نكملوا. السلام عليكم، انا اليوم مع لمياء من الرباط. اختي لمياء، شنو كتقولي لنا في الظاهره ديال الميتيساج؟ مغربيات كيتزوجوا بافارقه جنوب الصحراء، وإلا انت تحطيتي في هذه السيتوياسيون واش تقبلي الزواج من مهاجر افريقي جنوب الصحراء؟ بيان سور، علاش؟ حنا ماشي عنصريين، فهمتي؟ بحال كان تفاهم، وهذه ما كتهمش البشره ولا كتهم زعما الثقافه ولا زعما كل واحد وكيفاش عايش. احنا كنا بشر. ومن ناحيه الدين؟ من ناحيه الدين هي الصراحه الا كان تفاهموا بزاف ديال الحوايج غادي يقدر، الا كانت عنده كاع زعما من الديانه من غير الله سبحانه وتعالى، راه يقدر يبدل هذيك الديانه ديالو، يردها زعما اسلاميه.
متفق معك. وبالنسبه الى رزقكم ربي بشي وليدات مستقبل، المهم الراجل الافريقي من جنوب الصحراء ضروري يكون مسلم اللي بغى يتزوج بامراه مغربيه، هذا واعر. المهم الشروط ديالها وصافي. واش هذاك اختلاف الثقافات بين الشعوب ما غاديش ياثر على التربيه ديال هاد الابناء؟ زعما بحكم ان كل طرف غادي يبغي يمرر العادات والتقاليد ديال بلادو لهذا الطفل. بالنسبه لي انا الا كان تفاهم كاين كلشي، ما غاديش يكون شي مشكل، ولا الا كان تفاهم هو كلشي. انا بالنسبه لي واخا اختي لمياء، شكرا بزاف. شكرا على واجب. شكرا. الله يخليك. دابا غادي نشوفوا الرجال اش كيقولوا في هادشي هذا، ولكني واحد اللعيبه عندي واعره. المهم دابا انت الا تزوجتي ولا اي واحد تزوج، شكون اللي خصو يتبع الاخر؟ واش المراه خصها تتبع الراجل ولا الراجل هو اللي خصو يتبع المراه؟ بلان هذا في شكل مثلا انت كنتي انت مغربي وبغيتي تمشيو فشي وحده من اوروبا، واش انت غادي تتبع باش تمشي اوروبا ولا هي خصها تجي باش نمشيو للبلان؟ واش انت يا راجل اتبع مراتك ولا مراتك اللي تتبعك تجيبها للمغرب؟ واش فهمتوني ما فهمتونيش؟ دابا المغاربه ديال الافارقه جنوب الصحراء تتبع عيالاتهم، كيجيبوهم من المغرب وكيديروهم الوراق في المغرب وتعطيهم الاقامه في المغرب بانه راه هو مغربي مقيم في المغرب. وكذلك حيت كاين اللي كيتبع المراه وكاين قليل اللي كيتبع الراجل، خصوصا الا انت كنتي عايش مثلا انا في المغرب ياك وبغيت شي وحده في اوروبا، راه ضروري تتبع وحده في اوروبا باش غادي خويا السكلوريقات. وكذلك ديك اللي في افريقيا، لا كان راجل وبغاو عنده مرته في المغرب راه يمشي خويا المغرب. فهمتوا البلان كيفاش داير؟ ولكن هاد البلان ما كان شحال هادي ما كانش ضروري المراه هي اللي كتبع الراجل. ولكن في هاد الوقيته هادي مع دوماج الراجل هو اللي كيتبع دابا المراه، خصوصا اللي كانت واحد السيتياسيون اللي كتكون واعره وزوينه. مثلا كان عندها البلاد زوينه كلشي عندها واعر، مثلا حنا المغاربه ما يكرهش شي واحده اوروبيه تتزوج بنا ودير له الوراق، ما يكرهش. وكذلك عاوتاني الافارقه، حيت الافارقه كيشوفونا حنا بحال حنا اوروبيين 2036 ولا 2040 تبقى تسمع شي سميات شكل تسمع. المهم داك السميات الكنيات، المهم تسمع بن ديمبيلي كفتر. المهم ما كنتش معصب في هاد اللعيبه هادي. نكملوا الفيديو نشوفوا الرجال شنو هما الاراء ديالهم في هاد الشيء هذا. انا اليوم مع كريم كميلي. خويا كريم في كأس العالم قطر، ماشي في قطر، في كأس العالم روسيا كنا كاملين سمعنا باللي غادي نمشي نجيبها روسيا. دابا بحكم ان كأس افريقيا على الابواب وغادي تنظم ان شاء الله في كوت ديفوار، واش الشاب المغربي غنسمعوه غادي نمشي نجيبها افريقيا؟ شنو كتقول في الظاهره ديال الميتيساج؟ هي من ناحيه الافريقيه اللي قلتي انت، افريقيا ما غاديش تستافد منها. مثلا دابا مثلا تيقول لك نجيبها روسيا مثلا عندها فلوس غادي ديه اوروبا، فهمتيني؟ يعني كاين ما يدار. اما افريقيا غيطلب منا حاجه واحده اخرى. شنو المغاربه فاش يفكروا اوروبا كدا روسيا لعيبات وشي الفلوس كدا، اما تجيبها افريقيا ما عندك ما تستافد منها، فهمتيني؟ يعني غيبغي مثلا حوايج اخرين ما غيطلبش منا من غير اللي كانت بنت بلادو، ما تمشيوش بعيد صوفيه ولا، فهمتيني؟ يعني يقدر يكون هذا الهاشتاغ ديال افريقيا غيكون من واحد الناحيه، فهمتيني؟ جنسيه، فهمتيني؟ يعني ما غيربح منا حتى حاجه اخرى من غير افريقيا، راك عارف، فهمتيني؟ هذا هو النظر ديالي صراحه. اسمح لي يا خويا كريم على واحد السؤال شخصي، انت مثلا هل تقبل الزواج من مرأة افريقيه؟ وفاش كنقول افريقيه يعني جنوب الصحراء، من ذوي البشره الداكنه. باش تصدق هاش اختلاف الثقافات شويه خصها تفهمك، وحنا لي كاركتر ديالنا المغاربه شويه صعيب، فهمتيني؟ تقدر تسيف على شي نهار ما تفهمكش، فهمتيني؟ نوليو في مشكله. مغربيه وعندنا مشاكل معاهم، افارقه، فهمتيني؟ حتى الاوروبيه ما عنديش هاد الفكره ديال الدراري الشباب زعما نتزوج بها اوروبيه. الزواج مسؤوليه، فهمتيني؟ تقدر تتزوج بها اوروبيه تولد مع الاولاد تقول لك يلا باي باي، اش غدير لها؟ فهمتيني؟ يعني خصك تكون واحد الانسان اللي كتعرف والديها، كتعرف الطبع ديالهم، كتعرف، فهمتيني؟ الثقافه، والديها حاكمينها، انت محكوم بواحد التقاليد والعادات. هذا هو الراي ديالي صراحه، بكل صراحه.
يعني دابا انت اللي يكشي منك من الزواج بمراه افريقيه ولا الزواج اجنبي هو اختلاف الثقافات. لان الزواج واخذ بواحد عندي واحد الكونسيبت على الزواج ما تقدرش تدخل فيه لا افريقيه لا اوروبيه لا حتى وحده، فهمتيني؟ نقدر اوروبيه راك عارف حوايج اخرين، فهمتيني؟ ولكن الزواج نو صراحه من غير خويا اجنبيه من غير مغربي ما كاينش الزواج صراحه. خويا كريم كنشكرك بزاف. مشكل، مرحبا الله يحفظك، شرف لي نكون معك. كلمة زوينة قالها من غير مغربية ما كاينش الزواج. شكرا حبيبي، يلا. السلام عليكم. السلام. انا اليوم مع مهدي العامري. خويا مهدي شنو كتقول في ظاهره الميتيساج؟ يعني مغاربه كيتزوجوا بافريقيات جنوب الصحراء، وفي حاله انت تحطيتي في هذه لا سيتوياسيون واش تقبل الزواج من مراه افريقيه جنوب الصحراء؟ هي الصراحه الناس ديال جنوب الصحراء ناس كرام وجود وشحال من حاجه، ناس ظراف بزاف كما معروف عليهم. بالنسبه لي انا زعما الا بغيت نختار ماشي عنصريه ولا شي حاجه، ولكن الا بغيت نختار شي مرة نتزوج بها ما تجينيش نتزوج بنت صحراويه ولا حيت ماشي زعما كما قلت لك عنصري ولا غير التايب ديالي ما باغي فهمتي شي ما بغاش مغربيه من الاخر. فهمتك، يعني انت كتميل ما كتميلش بزاف لذوي البشره الداكنه. انا ماشي ما كنميلش، بالعكس كتعرف باللاتينيات. تماما. هذا كيعجبو الصميم. الصميم اللي كتكون ما بين هي ما بيضاش وما كحلاش، تكون بحال فاش كتشمش كتشد ديك اللوين. هادشي اللي فهمتو البرازيل، اللون البرازيلي. غير انت كتقصد واش ذوي البشره السمراء ولا الداكنه؟ افريقيا جنوب الصحراء، يعني ما كنهضروش على لو مغرب، الجزائر، تونس، كنهضروا على جنوب الصحراء. كانت مكتبه مرحبا، يعني دابا ما عنديش عنديش اشكال. ما عندكش مشكل مثلا في اختلاف الثقافات؟ وما بقاتش في الشكل وما بقاتش شحال من حاجه، بقات في القلب فيه والتعامل والاخلاق راك عارف. شكرا بزاف خويا مهدي. ماشي مشكل. الله يحفظك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. انا اليوم مع خالد السويلي من مدينة القنيطرة. خويا خالد، شنو كتقول في ظاهرة الميتيساج، بمعنى مغاربة كيتزوجوا بافريقيات جنوب الصحراء، وانت شخصيا شنو هي القناعات ديالك؟ واش شي نهار ممكن تزوج بمرأة افريقية جنوب الصحراء؟ هذا واحد الظاهرة اللي ولينا كنلاحظوها مؤخرا عندنا في الشارع المغربي بصفة عامة او الشارع في افريقيا كامل، ولينا كنلاحظوا الظاهرة هذه ديال الهجرة من افريقيا لشمال افريقيا. اول حاجة حنا كنتسماو في افريقيا هي القارة الام ديالنا اصلا، حنا ما يمكنش نتبرؤوا من هذوك الناس او غير يكون داكشي في حدود الدين ديالنا. حنا ماشي ضد او مع السيده غتزوج هذا السيد، واش دخل اطار ديني مسلم يعتنق الدين الاسلاميه مرحبا به، قوريه او قوري اي واحد، حتى انا مني وجبد. علاش بغينا نغيروا حياه، بغينا نزيدوا ثقافات، خلقناكم شعوبا وقبائل وحتى حنا بغينا نتعرفوا، بغينا نشوفوا الناس كيفاش كتعيش. غير هي واش غتقبل على الدين ديالنا، غتقبل بنا كمسلمين. قبل ما حاجه ما تشوفك الدين ديالنا خصك تشوفك انت بعدا كمسلم، تشوفك مربي، تشوفك الاخلاق، تشوفك الانضباط، ماشي انت تديرو ب 16 وكتطبق عليها واحد. انا ما يمكنش هادشي، نصلحوا راسنا حنا كبنت كدري كاي واحد، وان شاء الله ما يكون غير خير. دابا راه معنا افارقه تيقراو في المدرسه، هضر معك اللغه العربيه، دابا علي بحال هكذا دمجناهم في سوق الشغل، عطيناهم حق في بزاف ديال الحوايج. اذا شنو المغرب ماشي راسيزم، المغرب كيفتح الابواب ديالو على المغرب وعلى العالم كامل. اي جنسيه ممكن تعيش معنا في المغرب هنا، ما عندناش مشكل. وماشي اليوم هادشي، من 1200 سنه المغرب اول دوله كتعترف بالولايات المتحده الامريكيه، يعني راه اعتراف كبير. عاد وصلوا له هما مؤخرا. حنا بالعكس المغرب اوفير بور تو لي ناسيوناليتي اي تو لي بيرسون. وشكرا لكم. مرحبا خويا، الله يحفظك. هادشي اللي كاين في هذا الفيديو هذا، هي خصك اخويا تعيش مع كل شيء ومع كل الاجناس كيف ما كانوا، وما تكونش معنصر. واش فهمتوا البلان كيفاش؟ هي اخويا خصك اخويا لا قديتي عليه تاخذ، واخا ما عرف واش معصر ولا ما معنصرش الله اعلم. لا قديتي تاخذ بنت البلاد مرحبا، هذا بلان بي. الخطه الاولى تزوج مغربيه احسن لك وتهني راسك، ولا الخطه الثانيه تزوج امراه اوروبيه بلان 2. وبلان 3 لا قديتي تاخذ وحده افريقيه تعمر بالبلاد الافريقيه. ولكن شحال من مغاربه ما باغينش هذا البلان هذا، باغيين هما اما ياخذوا اما مغربيه اما مغربيه اما هذا اوروبيه. ولا يدير الخير
وهادشي اللي كاين في هاد الفيديو هذا. خلي معاك لايك سبسكرايب كومونتير ونتلاقاو في فيديو الجاي.